معايا كده النهارده اوريك عطل. يعني في الرصفارة الصيني دي قدامك اهو. هوري لك دلوقتي. بص الكهرباء بتعمل ايه معانا دلوقتي. فتحنا معانا الرعشه دي هيت بس كده، ما نجيبش اي حاجه تاني قدامنا على الشاشه عندنا. طيب المشكله عندنا فين دلوقتي؟ المكثف اللي قدام الاسود ده هو اللي فيه المشكله، اللي هو 47 على 25. هو ده يا جماعه اللي فيه المشكله كلها دلوقتي. طيب انا عرفت ازاي؟ انا عرفت ان انا راجل في المهنه وفاهم الدنيا ماشيه ازاي، لكن انا بفهمك واعرفك عشان تبقى عارف معانا الدنيا ماشيه ازاي. طب لو سخنت عليه سنه صغيره الوقت عشان اثبت لك ان هو اللي بايظ ولا لا، خليك معايا وانا هثبت لك دلوقتي. بص كده دلوقتي يا جماعه معانا اهو. ثبت معايا وجاب الارقام وجاب كل حاجه و100 100. طيب انا بقول لك كل حاجه وبفهمك اهوت قدامك. هو ممكن يكون صعب عليك انك انت تشيل، تجيب كاويه وتشيل من الازير والكلام ده كله. لو جت معاك مفيش مشكله، انا هشرح لك دلوقتي قدامك عشان خاطر مفيش حد يضحك عليك ويقول لك مثلا ان الريسيفر باظ وارميه والكلام ده كله، او جاب لمبه حمراء ومش هيشتغل تاني. انا وضحت لك قدامك، مع ان في ناس بتزعل من الكلام ده كله، بس انا بقول لوجه الله تعالى ما تخليش حد يستغلك في حاجه. احنا الهدف بتاعنا ان ما حدش يضحك علينا في حاجه. الرصيفك جاب لمبه حمراء زي كده، افتح وبص على المكثفات دي، ممكن تلاقي فيهم واحد منفخ او حاجه. هتغيره او مش هتغيره يبقى انت فاهم الدنيا ماشيه ازاي. الريسيفر بتاعك مبصي ادام بعيد عن البروسيسور اللي قدامك الاسود ده، يبقى ان شاء الله الرحمن كل حاجه سليمه وكل حاجه تبقى 100 100 ان شاء الله الرحمن. انا بعمل فيديو كده توعيه للناس كلها عشان تبقى عارف ان الحاجه الحمد لله قدامنا شغاله زي الفل. لو قفلت الكهرباء دلوقتي وفتحتها تاني هيرجع لطبيعته، لان هو بارد دلوقتي اهو، رجع لطبيعته. طيب انا هغير المكثف دوت 47 على 25 موجود معانا، بغيره وبشيله من مكانه وبركبه ان شاء الله الرحمن في الجديد هيشتغل معانا زي الفل زي ما شفت في الاول خالص كده. طيب لايك وشير وما تنساش الصلاه على النبي عليه السلام في التعليقات، وصلنا على النبي.